أحيانا يكون المرء على الهداية ويشتاق إليها، لكن يحيط به أصحاب يصدونه عنها. وإذا أردت أن تتيقن بعاقبة مخالطة الفساق وأهل الفساد فانظر إلى عبيد الله بن جحش. كان مجالسا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان ممن أوذي في دينه وضيق عليه في مكة، فهاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ترك أهله وبلده وماله وبيته في سبيل الله. كانت معه زوجته أم حبيبة، كثرت مخالطته للنصارى وابتعد عن المسلمين، فما زال حاله يتردى حتى أصبح يوما فقال لزوجته أم حبيبة، قال يا أم حبيبة، قالت ما تريد؟ قال إني نظرت في الأديان فرأيت دين النصرانية خير الأديان وإني سوف أتنصر. قالت أعوذ بالله، كيف تترك دينك الحق الذي أنت عليه؟ قال بل النصرانية خير منه. ثم تنصر عياذا بالله وكفر بربه وعلق الصليب على صدره وأكب على الخمر يشربها ويخالط النصارى حتى مات. نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات.